كلياتها حقكم حشا قدركم صرماي، حقكم الفرنك. تمام. وجولان انا ما بعترف بالجولان، انا الجولان كلها ما معترف فيها. احمدنا سلمها تمام وصارت لإلون. ما بيهمني حافظ باعة، ما مشكلة، باعة سلمها ما بعرف شو. انت ابن الجولان لا تجي لعندي تعمل لي فيها انه انت تبع الشقفة اللي انباعت. انت ابن الشقفة يلي انباعت، يلي تسلمت، يلي شو ما صار، شو ما بدك تسميها سميها. تمام. فشوف اذا بتغير جوازك ولا بتزبط وضعك، لانه ما انت ما اكمولة النا. اي أبو يا ريان. صباح ابو ريان، كيفك؟ الله يسعدك حبيب قلبي، احلى بالفضل. يسعدني صباحك أبو ريان عمليا وغالي. بناء على كلامك انه هذا زلمه منه سوري، يعني زلمه ما بيحق له يتواجد ويناقش او يحكي. لا 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 لا. والجولاني هن جماعة الجولاني، جماعة الشرع، جماعة الشريعة، هدول اللي درسون الشرع تبعه. اعرف انه يا اخته عاطية لمجاهد يا امه مجاهد فيها، نفس الشيء. فانا لهذا السبب باللي هل انت تنتمي للثورة السورية؟ لا اعوذ بالله، فشر محلاني وانتمي للثوره واطلع مظاهرات واجي اتلاحق وحط امي بخيمه وبكره وينيكوها بعلبه مساعدات، كرتونه مساعدات وما لا بعرف لا شو، لا وتقول لا ان ما هذا بسمح لك، ما بسمح لك رجاء. هدول اشرف امه لا اله الا الله، هدول اشراف، هدول رجاء. بني خيمه اشرف خلق الله دول. الله بس دكتور فعل خير دكتور أبو ريان. هلا في عنا تفضل خالد. في عنا احمد الشرع طالب قيس بزيته، بنطلعه. من اسمه عرفنا، من اسمه عرفنا هو من انو عائله. نعم. الله مع توضيح رقم الخيمه. بس يا أبو ريان، في شيء بدك تنوع عليه. انا الله مشان بدكم تقولوا لي، في عالم طلعوا وانظلموا، طلعوا وتاجر فيهم، وفي عالم طلعوا حبا بالمال. بدنا نفرق مرتزقه يعني جوعانين. في قصدك في حباً عالم في الخيانة. مرتزقه جوعانين. قصدك حبا في الخيانه. بس حسب، بس في عالم نكون صريحين، في عالم طلعوا على المخيمات توجر بقضيتهم، صاروا يتاجروا بقضيتهم. ايه هدول لازم نفرق. في عالم بالمخيمات ان اهلنا وشعبنا تم المتاجرة بقضيتهم، تم المتاجرة بآلامهم. ابو حيدر بعد امرك، انا بدي اتفق معك، ولا في سؤال. بعد سنه من مرقت عليه صيف وشتويه بهالمخيم، انتبه، وكان الوضع مزري نفسيا وماديا ومن كل النواحي. خلينا نقول كان قاعد مثل العالم، بلكي يا رب يطلعوها اوروبا، بلكي بيعطوه. بعد سنه كأب كرجل واعي وبيفهم، ما بيقتنع عليه انه هذا الشيء خطا. لازم انا على الاقل اطلع على المدينه اشتغل مثل اي العالم اللي بس يا ابو الفضل، في العالم، انا ابن هذيك المنطقة وبعرف هذيك المنطقة. في عالم اللي طلعوا لهنيك، في عالم نتيجة العمليات العسكرية فقدوا بيوتهم، راحوا. ما فهمت علي. بس خليني اكمل لك الموضوع. في عالم نتيجة العمليات العسكرية فقدوا بيوتهم، اجبروا للسكن في مخيمات. حلو. نتيجة ندرة فرص العمل. شوف بس خليني اوضح لك ندرة فرص العمل. ثواني عمي ابو حيدر، بدي لك شغله. يلي فقد بيته تمام نتيجة هي العمليات وما عليه شيء، قدر يقعد بمناطق النظام. يعني في ناس اجت على الشام خافت من الاسد، لا راحت بيوتها بالغوطه. بس يا حبيبي، انا عم بحكي لك على ابن الريف الشمالي. ايه انا عم بحكي لك على ابن الريف هذا اللي عمل زلمه قعد هنيك 14 سنه ورجع ايد من قدام. يا ابو ريان، انا عم بحكي لك على ابن الريف الشمالي. انا ابن الغوطه ما بعرف. انا المخيمات، وسط المخيمات اكثر شيء بالريف الشمالي. في اشخاص نكون صريحين وما بنتخبى وراء اصبعتنا. انا بحكي شيء وما يعني كلمتي ما بخاف منها. في عالم. طيب بس انا قبل ما تكمل بدي اسالك سؤال. ابن الريف العرب الشمالي اللي شريف واللي ما في مثله، او حتى الخاين،
يوم اللي نزل على حلب وقعت المدارس حدا قال له ايش عم بتساوي؟ لا بس في عالم يا حبيبي، في عالم انا وبعرف، في عالم نتيجة الضخ الاعلامي والكذب والتضليل الاعلامي اللي صار والروايات اللي طالعتها المعارضة انه بس نزلتوا على مناطق الدولة ذبح واعتقالات وامور كثيرة، العالم صارت تخاف. تم ابو الفضل ما عندك صوت. ايه تمام انا فهمان عليك، إيه. والله فهمان عليك. سؤال هلا في عالم قعدت مزبوط وانا معك 100%، وهاي خوفون وغيره، شيلك من الدوله. كانت تركيا اقرب لهم صح؟ ايه حلو. في عالم كثير بنعرفها بتركيا حملت على تركيا وقعدت بتركيا. في عندك اثنين، يا واحد عاش في المدينه يدبر حاله، كان وقت الاجار 300 ليره تركي لوقت اللي صار 4-5000. السؤال انت قعدت نقول بالمخيم اول ما طلعت الصوت ضعيف عندك ابو الفضل، ما بعرف ليه. يسعد لي ضعيف صباحك حبيبي. استاذ طارق. إيه. الصوت منيح؟ هلا بس يسعد انا بدي اقول اوقاتكم لك جميعا. ابو الفضل أنا صوته طلع. مو مسموع حبيبي، بس لو يا ابو ريت الفضل صفره. بس كلمة. ابو الفضل انا من الاشخاص اللي طلعوا على تركيا، وقت طلعت على تركيا كان في عندي خيارين: يا بدي اروح ابرك بالمخيمات، انا هذا الشيء لا برضى لا الي ولا لاسرتي ولا لنفسي، يا بدي اروح واشق طريقي وامن فرص عمل. انا من الاشخاص هذا هو اللي بدي اوصل له، هذا هو أيوة. مقصدي. بس أنا- لو حتى انت قعدت بالخيمه اول ما طلعت، ما بتعرف شو القصه التركيه، اول مره رايح قعدت، بعد شهر 2-3 سنة يا أخي بين عليك في قصة مو مزبوطة، حملت حالك، كركبت على حالك دين، قعدتوا بلا خبز، قعدتوا على الأرض بغرفة ممنيحة، المهم فكرت بطريقة أنك توصل وتنقذ نفسك وهاي العائلة. ليش؟ مشان هديك القعدة ما أنا مناسبة. أنا هاي الفكرة. لا كم بس واحد- انا طلع ابو الفضل، انا كلامي على اهل المخيمات يلي ضمن الاراضي السوريه. هدول تعرف اذا بدك تطلع تركيا بدك على كل شخص عم تدفع $1500 و$2000 حتى تقدر تدخل. يا ابو حيدر، من مين؟ يا ابو حيدر انا طلعت على تركيا نعم. بال 2014، اخر 2014 متى بعد 1500 اللي إيه، من 2011 بس اللي ساكن من 2011 ل 2014 يعني 3 سنين. 3 سنين ما بين عليه الحق من الباطل. هدول جحيش. هدول هن هدول بس انا في شرائح، بس الاغلبيه. انا شو بدي اقول لك شغله، انا من 2015 كان في مخيمات داخل تركيا، في اشخاص كثير كانوا عم يشتغلوا معي بنفس المعمل. ايه بنظام المخيمات التركيه انه انت بارك اكل شرب نايم، بيطلع لك تطلع 14 يوم، اليوم ال 15 تدخل على المخيم. تمام. ايوه في عالم بيطلعوا 14 يوم بيشتغلوا، اليوم ال 14 بيرجعوا بيدخلوا على المخيم، ال 15 بيطلعوا. سألته ليش هيك؟ قال مشان ما يروح علي الكرفانة والراتب وعيالي اكلين شاربين نايمين، اللي عم بشتغلوا هون بصمدوا. قلت له هلا انت نايم نومة الكلب حيث سامعين مشان تصمد كم ليرة. يا وصلنا لبعض. يعني انا بقول لك يا ابو حيدر، اللي بده يخاف من النظام انتبه، يلي بده يخاف من الاشاعات والاعلام، واللي بده يخاف على الذبح انتبه. قديش المقارنه صعبه لواحد ما عنده كرامه، ما عنده مشكله، 14 يوم تارك مرته واولاده بالخيم، ما بتعرف شو بيعطوهم اللقاحات، ما بتعرف شو هو الاسلوب اللي بدرسوهم اياه، ما بتعرف شو الاعتداء اللي ممكن يصير او شو ممكن يشوفوا. مشان يصمد كم ليره. لا انا بفضل روح موت ولا اني انزل هذا الذل وشايف بعين الخطا. طيب هذا الشعب وهاي الفئه لما بنقول له ابن خيمه معناته يستحق اللقب. ليش؟ هو بقرار نفسه، هو بقرار في اغلبيه هن هيك بس طالعين على الخيام مشان يسترزقوا، بس في نسبه اقليه انضحك عليهم توجر بقضيتهم. هدول لازم يضلوا اولاد بلدنا. انا عم بحكي على في نسبه، ما بدي اقول لك هي النص او ثلث، نسبه اقليه هي تم ما المتاجره باوجاع، يا ابو محمد. تم المتاجره باوجاعها. انا بدي اوصلها هي الفكره. تمام. ثاني شيء انت عم تحكي، انا كرجل ما عرفت نحكيها بصوت احمدي. انا كرجل انا لا اقول لك شغله، انت وقت عم تترك اسرتك 14 يوم
انت في لك، وانت شاب، انت في لك احتياجات. اللي عندك بالبيت ما له احتياجات. طبعا انت هيك قول له قبل الخيمه. وانت اللي عم يطلع باهل المخيمات اللي عم يتباكوا انه فقر وبرد. وكمان نكون صريحين، انا بحكي، عم بقول لك بحكي وما بتراجع عن كلمتي. انت اللي بالمخيم، مع احترامي، لا ما بدي اغلط، انا بتعرفون اقل اشخاص بس. انت اللي قاعد في المخيم لك 10 سنين او 11 سنه او 9 سنين، كل سنه ولد. يا أمة الله انت مجرم. انت اذا في قانون بيحاسب، انت بتستحق المؤبد اقل شيء. كل سنه ولد. هذول اشخاص يعني ما بعرف، نحن في اشخاص يعني انا بحكي هيك وفي هيك، في عالم هذول مثل ما قال ابو دجانه 5 أو 10%، في الاغلبيه هذول بس مشان السوق معلم احكي لك قصه اخيره. شيلك من الحرب وشيلك من المخيمات. كانت العالم تنزل عمال على لبنان، انتبه، هذا الحكي من قبل يجوا يشتغلوا من هون. قبل 2011. ايه بعرف. قبل في عالم كانت تجي تقعد بغرف بشقق وتستأجر وتشتغل وتنزل كل شهر 2 3 على بلدها وامورها تمام وباللوج. وفي عالم كانوا يقعدوا كل 6 7 سوا ليوفروا. وفي عالم كانوا يناموا على العرباية حد الارصفة وغيره. يعني كل واحد بالنهاية هو شو بيختار، تمام. وفي عالم انا بعرفها بتنزل كانت 6 شهور ايام الكرت الابيض وقت الختم، والله العظيم كل 6 شهور ليحلق شعره مرة قبل النزلة. شو بيقول؟ انا غريب، لبسي ما بيلبس. بيقعدوا سوا 8 9 قسما بالله اذا بتدعس بجراباتك السود بيشحموا، قسما بالله. هذا هو هيك بده. وبيجي بقول لك ايه انت عايش رفاهيه، كل يومين وثلاثه بتروح بتحلق. ينا عندنا من شان 2003 لبناني كانت الحلاقه ب 3 4000 لبناني هذاك التوقيت، وهلا نفس يا الشيء. عليه، عن جد في ناس أنا طلع- تعيش. لا انا بدي اقول لك ابو الفضل، أنا ريان طلعت- قسما بالله عندنا نحن كنا نجيب الشغيله نوصي عليهم توصايه من سوريا، تمام. والله العظيم انه ناخذ لهم شقه كامله 3 4 غرف ونروح في عنا شغيلي ثاني يروح يجيبوا انا من الغرفه. فيقولوا لي معلم فوت لعنا فوت لعنا، فمره فتت والله. واللي اسمه الله انه شعره ما بيحلقه غير كل 6 شهور لينزل، انتبه. وقسما بالله حاطين الطراريح اذا بده. هذا اللي عم بحكي لك اياه بعيني، مو انه والله عم بقلل من شان حدا. ولو تشوف كيف بياكلوا كيف بيقعدوا بس عشان يضب مصاري، قسما بالله. يا ابو الفضل بس لاقول لك شغله، انا طلعت على لبنان، اشتغلت عن ساحه السين. بتعرف ساحه السين؟ الو ابو الفضل. ساحه 30 مو 60. ساحه 30. يلي بالاشرفيه. المهم ايه سيسين سيسين. المهم رحت اشتغلت بمطعم. صاحب المطعم سكن مثل ما قال ابو الفضل، سكن محترم، في سوريين تعرفت عليهم مثل ما قال ابو الفضل. علبة سردين بياكل مقابلها ربطة خبز عشان يوفر. يعني مو مثل ما قال كل 4 شهور بياكل بندوره لا وبصله ما تروحوا انتوا، وخبز. شو بتكون بهذا الموضوع؟ ليش فتوا بهذا الموضوع بالاساس؟ يعني لا، حكي. فاعل خيط حكى كلمة تعبيرية رمزية، ما حكى انه ما اتهم. يعني هو قال انا ما بترك امي تروح وتنتك مشان علبة مساعدات. كلامه صحيح. في ناس ما بتفرق معه. في ناس ما انا بيهمها. بقول له دكتور لا الفضل، انا اول في ناس مستشفى مظلومة سلكية. يا اخي. لا ليك بكل صراحة في ناس بتنظلم لانه اجوا هدول الولادين الكلب المسلحين وفرضوا سلطتهم على الناس. ناس كتير راحت بين اجرين يا جماعة، اخذوا لها بيوتها وحاربوا. انا حكيت يا دكتور طوني، انا حكيت في نسبة من لا اهل سمعتك، انا المخيمات. سمعتك ابو حيدر عم كلامك صحيح. في ناس بس مظلومة يا بقول اخي، ما فينا نعمم. في اطفال، في نساء، في ارامل، في ناس يعني ما عندها لا حول ولا قوة، لا فيها تروح على محل ولا فيها تعمل شيء، ما لهم حدا يعني. فبيبقوا معلقين بالمسلح، عرفت؟ بده يروحوا لعند المسلح يتوسط له للقمة الاكل ولا مدري شو. في جزء كبير هيك يعني. والجزء الاكبر هو طبعا هدول الولادين اللي شو اسمه اللي بتقول لك انه انا قدمت شهداء، انا مدري شو،
الثورة والثورة. إيه لما بتطلعي بتحاربي الجيش انت طبعا الجيش بده يقصف لك بيتك، بيقصف بيت غيرك يعني. انتوا عم تعملوا حرب شوارع على الجيش، شو بده يعمل لكم الجيش يعني؟ يجي يبوسك من جبينك يقول لك كتر خيرك والله؟ استاذ هذول توني عفوا منك، يعني نحن بنرجع نحكي ايه. على العقليه، انه هو قبل وياما كنا نحكي مع عالم، فبقول لك انا بخاف انه بلكي علي تقرير، بلكي كذا يعمل النظام، بلكي. طيب اذا انت خايف لهالدرجه من النظام، فانت في عندك واقع اسوأ من اللي انت متوقعه. طيب انت بتعرف حالك ما عليك شيء، ليش بديت لك يعني؟ طيب ما عندهم القدرة على التواصل فيما بعض ليقدروا يعملوا تنسيقيات ولا يلموا مساعدات ولا يروحوا على تركيا وبالمخيمات. ما كمان عندك القدرة على التواصل انه في عالم قاعدة بالشام، عالم قاعدة بحمص، عالم صحيح. قاعدة، يعني هاي صحيح. نحن بنحكي على العقلية. فلما صحيح. رجعنا لورا شوي، هاي العقلية لما هو قبلان يرضى يقعد 6 شهور كاملة من باب التوفير، إذا هو عنده القدرة إنه يعمل خطة ليقعد 6 شهور بكرامة، ما يعلق عليه لا تواخذني اللبناني. صحيح. فاللبناني وقت صحيح. اللي بيقول يعني هلا مو إنه أنا أحسن، أنا عندي استعداد ضل أسبوع بلا أكل، بس ما بنقطع من الاشتراك والكهرباء والمي، ها، ونقطع من الإيجافيل والأودكس والغسيل والأمور. صحيح. اذا انت بس في غيرك ما بتفرق معه يعني، هو ببيته كان يعني انا اصلا اذا هيك. بتقطع راسي بتقطع راسي على شغلي انا اذا ما كلساتي بيض وباخخ ريحه ما فيني اروح، وانا بروح شو بشتغل بالجبصين وبالدهان واحيانا بالباطون وهيك الشلالات والدنيا ما فيني. طيب نحن كم واحد اللي ما فينا هيك؟ هداك الثاني. طيب مين عم بيوفر؟ طيب انا اذا قديش بدي اوفر؟ مثل مبدا السرعه، نتسابق انا وياك بالطريق لنوصل من حلب لحمص، قد ما اسرعنا فرق الربع ساعه بيني وبينك، مستحيل اوصل قبل منك بساعه، مو هيك؟ طبعا. ونفس الحكايه، قد ايه فرق التجميع بيني وبينك بالمصاري؟ فرق ال 100 دولار، ال 200 دولار. بس ما في البخل ما بيجمع خي ابو الفضل، العقل اللي بيجمع هو البخل. بس بدي اقول لك شغله دكتور طوني. انا هون في اللهم صل على محمد وعلى محمد، اقول اولاد عمي انه بدك تنزل على حلب، ما بدك تنزل على حلب. ما قلت له انه انا ايش وضعي، قلت له خيو ما تنزل، ايش صمدت ما صمدت، قلت له والله خيو الحمد لله مثل ما رحت مثل ما جيت. قالوا لي شلون فلان صمد وفلان صمد، قلت له روحي اللي هون بتركيا صمد بكون بنفس الثلاث اخوه ساكنين ببيت واحد عم يشتغلوا مصروف واحد. تاني شغله النسوان وحده عم تروح تجيب الخبز المجاني، وحده وثنتين عم يفتلوا على المنظمات والجمعيات اشحاد والهيئات يعني، مشان بدك تقضيها اشحاد قلت له. وذل وثاني شغله حرم حاله من كثير شغلات. قلت له انا لا، انا يوم السبت وقت بقبض راتبي، مثلا راتبي 6000 ليره فرضا، انا تلت راتبي بروح يوم السبت هيك مصروف بهنكه، بين اكل جاهز، بين فواكه، بين حلو، بين هالامور. لا المهم انت غيري، لا عازز اهل بيتك ومعيشهم غيري، لا كرامي، هذا اهم من غيري، لا غيري بشوفني إيه. نزلت على المطعم جبت ب1000 ليره اكل، بقول لي انت ومرتك ب1000 ليره. خيلت له ان شاء الله عمرينا ان الانسان شو بيشتهي. دخلك انت؟ شو دخلك؟ انا بدي اجيب ب2000 كمان شو. يعني قال لي انت كلها عامل، يعني ليش كلها صرف؟ قلت له روحي طيب، يعني انا هيك انت ما بدك تصطفل يا معلم، عالم انا هيك. بلبنان قسما بالله وصلت لمرحله صار يأجر على الشكل ومعه حق، لانه بيطلع عليك على شكلك، على طريقه تعاطيك، بيقول هذا هل يستحق انه يقعد بهالمجمع او بهالبنايه او بهالهيك ولا لا. في عالم بتكون هي فعلا منيحه لنقول وفعلا بحاجه لسكن، بس يا اخي خيالك حط كل شيء على جنب، العقل والذوق والنظافه انا بحسه احسن من كل شيء في الارض. نضحك على بعض، إلا عن دينه لكن 6 شهور ما بيحلق شعره. لك قدموا صورة عن السوري، صار السوري منظره يعني وسمعته يعني. تعال شوف هون انت بألمانيا عم ياخدوا كل شيء هون، وشوف شو بيعملوا هون. انت ما بدهم حرية وكرامة ومدري شو، اجت ألمانيا عطتهم إقامات وعطتهم مصاري وبيوت وجخوا واللي بدك إياها. تعال شوف شو عم يساووا يا أخي، ما بيعملوا شيء مزبوط. انه شعب اوكي بلا ما كان مربط. معك ايه بالضبط، هذا مثال حلو. اجينا اعطيناك اللي بدك اياه، مو مطلوب منك غير تتفاعل مع الامر ومع هالبلد وتكون مواطن صالح فعال وتتاقلم، بس مو مطلوب منك اكثر من هيك. صح. والله العظيم يا استاذ طوني، عملت مقابله مع جمعيه اسمها
امل البحر المتوسط جمعيه ايطاليه، عملت المقابله بصيدا. فالدكتوره اللي عم تحكيني اسمها فينيسيا، بتحكي ايطالي عربي انجليزي، وحدا وحده فرنسيه، ومع المترجم سوري. فانا فايت لابس هالبيجامه والساعه بايدي وريحتي حلوه منظري، فطلعت فيني هيك، طلعوا فيني انه اهلين. فهني متوقعين واحد يكون جاي بلا شحاطه يعني، اجل السامعين. فمدري شو عم يحكوا بالانجليزي، قلت له انا يو اندرستاند. قال بتحكي انجليزي؟ قلت له لا بطاقتي، بس يعني بفهم اكثر ما احكي، بس بسبب عدم الاستمراريه ما عاد احكي بطلاقه. قال حلو، شو بتشتغل؟ قلت له معلم ديكورات. فمدري شو عم نحكي، فوصلت لمرحله سؤال، قالت لي انت شو حلمك بس توصل لايطاليا او لاوروبا؟ فقلت لها حلمي؟ قال ايه؟ قلت له انا ماني طالع لهونيك مشان حلم. قال لكن. قلت له بسبب الاوضاع الاقتصاديه في بلدي، ما قلت له الحرب او السياسي، بسبب الاوضاع الاقتصاديه ما راح تمكنني من انه اولادي يقدروا يكفوا جامعات بمطرح صح، فانا راح استفيد من هذا الامر لكون فعال عندكم بالبلد. هيك. حلو، ولا كلام حلو، كثير ايه، كلام ولا صحيح. بتقلي يعني كلمة ما بدي احلم ليش انت يعني. قلت لها انا بقول لك، انا وياك على رهن بتليفوني هلا اللي انا عايشه من طلعات، من فوتات، من رحلات، من في سوريتي، في بلدي وفي لبنان، انا على رهن بانه نصف الشباب الاوروبي ما عايشه. اللي قالت لي كيف يعني؟ صح، قلت صحيح. له انا كل شيء مجربه الا شغلتين. قال شو هن؟ قلت له لا ركبت غواصه ولا طلعت على القمر. قلت له يعني التزلج، سكاي، اللي بدك اياه، حتى الغوص في الماء، انا هذا كله مجربه. قام طلعت قالت لي بتعرف انه هدول انا مو مجربتهم؟ قلت له يعني فجاي انت مفكر اذا طالع لحتى اسكر؟ ترى نحن هون يوميا بنسكر. واذا مفكر النسوان مرق علينا كثير، واذا مفكر الحياه نايت كلوبات، ترى مليناها. قلت له هذا تجاوزناه قطعناه. لا انا بقول لك شو ممكن اعمل. قال شو؟ قلت له ممكن ارجع لرياض لان انا كنت رياضي. قسما بالله اجاني مع الرفض. ما حسب هن شو النظرة تبعتهم، يعني شو انا بقول لك شو بدهم. بدهم هن بدهم الناس تتبع. هلا هن بيعتبروا انه انت عايش حياة رفاهية، عرفت؟ انه انت ما ايه هن بحاجة. بدهم تتبع، يعني ما بدهم لما صوت، بتحكي ما بدهم. بكرامة ما بيعجبهم، بدهم هدول الشحاد اللي بيجي بيقول لهم وانا مدري شو خلوني وذبحوني وانا عم بشحاد، هيك بيحبوهم. بس بدي اقول لك شغله دكتور طوني، انا هون محل ماني موجود بتركيا، تمام؟ بستغرب من السوري، خاصه جماعه المعارضه بين قوسين. هون كانوا بتركيا ما بيستجروا يلبسوا لباس عربي، الجلابيه وهذا اللباس بالعرب وهيك، يعني الشعب ما بيتقبلون، الحكومه ما بتقبلون. الشعب بيعرف شو بتيجي معناتها هي. بتيجي نطلع على اوروبا. انا في شخص بعرفه طلع على اوروبا، قاعد في واحد من جماعة اليوتيوب عامل معه مقابلة، ليش لابس هيك؟ هذا لباسنا واعتز فيه وافتخر فيه. بعت له قلت له يا اخي الحفيانة، العادة كنت بتركيا ما كنت السر تلبسه. قال بيضربوني. قلت له انا هنيك اعطيتك شوية وش حلو، صرت هيك. تعرف ليش سمحوا له بالمانيا يلبس هاي اللبسه وصوروه ابو شعر طويل؟ قصدك صح؟ لا واحد غيره رفيقي بعرفه، ما هو ايه، تعرف ليش سمحوا له؟ هذا ليش؟ يعتبر، انا بقول لك هذا يعتبر من الاقليات الشاذه، مثل الشاذ، مثل الملونين. هلا بيطلع مثلا بلا كلسون، بتطلع هذيك بلا صدر. فتخيل انت هذا الرمز العربي يلي له قيمته وله احترامه، يلي لازم يلبس بالمكان الصح. فلما بيمشي فيه بالشوارع اعتبروه من نفس الشيء، مثل اللي بيلبس لباس كلب، مثل اللي بيعمل حاله حصان، مثل اي شيء. تخيل انه يعني هو يشوه بالصوره هيك، لكن شو مفكر؟ لا، هذا من الحيوانات المهددة بالانقراض. هو اي لباس عربي بتلاقي واحد تافه هو بده يطلع يلبس، يعني شو ما لبس هذا التافه اصلا. يعني بشيلكم من انه لابس جلابيه او لابس عقال صح هذا لباس عربي، بس يا اخي روح شوف لي بالمدن انت السوريه في حدا بيلبس هيك شيء؟ ما حدا يا اخي، هذا زمن ابدا وراح. ابدا. ايه، في شويه بدو عندهم هذه التقاليد، اوكي ما فيها مشكله. بس هلا كل تافه بيطلع، كل واحد وسخ صار يلبس. انت شوف مين عم يلبسوا هذا هالزي هذا. بالضبط. لاحظ انا هون مين النقطه. احسن دكتور.
ناس زبالة يا زلمة، ناس زبالة بتروح تلبس هدول مو بس بيسيقوا للسوري، بيسيقوا لللباس، بيسيقوا للسوري، بيسيقوا لكل شيء. هدول بيسيقوا اساءوا للإنسانية أصلا. بل للإنسانية ولقيمة اللبسة، وهذا التراث اللي له موقعه الخاص. طبعا كان يجي مثلا شيخ رجال كبير لابس هاللبس له قيمته مقدر. هلا بيطلع لك شفت ولد علاك قاعد على التيك توك عم يلعب بطيزه مثل ما بيقولوا ودعموني وزدت لي وردي يلعن ابوك ولبت لابو اللي لبت. جابك. والله ولبت. بيطلع بيقولوا له انا كلياته بكفي. بيطلع ايش ايمتى جيت على المانيا فلان ايش تشتغل؟ ليش اشتغل؟ الله يخلي جوب سنتر يا اخي الحفيانه. انت وقت كنت تركيا إيه. الساعه 6 الصبح تفتح عيونك تقوم على الشغل مثل قديش حيث السامعين الشغل عباده. ايش الله ليش يعني شباب يا ابو أنا- حيدر، شباب عمرهم 20 سنه انا يعني وقتها حكيت كلمه يمكن سوري وطني يعني للاسف. قلت لهم الشعب الحكومه الوحيده اللي عرفت تضب السوريين، مع احترامي للسوريين، اللي عرفت تضب السوريين تركيا. انزلوا على الشغل يلا. جوب سنتر ضراب السخن ما في. بدكم تشتغلوا بتاخذوا رواتب اقل من الاتراك. هاي اذا صوتي مسموع هاي بدي احكيها بالتاشير لانه بطق بموت اذا ما حكيتها. هاي ولا بضحككم شوي بس. لا احكي بالمشرمحي بالتاشيره ما بنفهم نحن. معلم، مثل مثلا يوم السبت متعارف عليه بلبنان، بتخلص شغل تنتين ثلاثة مشان تظبط امورك، تطلع على السهرات تمشي تسهر قد ما بدك. يوم الاحد عطلة. حلو الحكي؟ فمن احلى وارقى الاماكن اللي بتتمشى فيها مثلا على مستوى بيروت هي منطقة الجميزة، الكورنيش للمنارة، وانت رايح هيك توصل للروشة، الرصيف العالم عليه مشكل ملون. فهو خلص شغل ظبط اموره، ظبط ولبس هالسبدرين الابيض اللي على كيفك، والكلسات اللي قبل الركبه بشوي سود، مع شورت لتحت الركبه بنتفه. ركز معي طبعا بيجي كارو، يعني توقيته حتى مو مناسب، ولابس جلابيه تمام، وحاطط شراويه ورافع الجلابيه لخص ولاففها على جنب. هنا عن رب له اللبس عشان رب الحق. انت فهمت لي الصوره كيف؟ متمسك. الصورة مش يعني تشوه بصري. وطالع لا والمصباح بايده وفي علكي وقاعد عم بيطلع وهون 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 وهون. يعني انه انت بينت ليه شو يعني؟ وين العيب اذا لبست كنز نص كم؟ يعني وين المشكله؟ إيه اجلك انا وقت اللي بدي اروح مثلا احيانا حاطه اصبع بلاستيك مع شورت لفوق الركبه مع البروتين وحاطط هالشنتايه وضلني ماشي، والله بيصدق انه انا من الرقه يا ابو حيدر. بقول له هذا جد. خيو ما انا مليون مرة قلت لك وتقول لي عم تتهجم علي. يعني جد ما بعرف. هذا الشاب اللي انا حكيت لك عنه قبل ما يسافر كان عمره 17 18 سنة عم بيشتغل بمعمل محل ما عم بيشتغل انا. عم نحكي عم بقول سوريا ما فيها سوريا ما فيها. قلت له روح انت وين شفت سوريا؟ قال لي هيك بس. ما قلت له روح انت قبل ما تصير الحرب كان عمرك 7 8 سنين كنت عم تبكي على ال5 رقاص بالخارجية اللي ابوك ما اعطاك اياها. ايش شفت بسوريا وايش عشت بسوريا وايش بتعرف عن سوريا؟ بعدين احكي. انت بتعرف لو الدكتور توني يسمعني او الشباب، في كلمه المفروض انه هي تكون فخر لإلي ولكن هي بتأذيني بكتير مطارح. وقت اللي بلتقى مثلا بزبون او بعالم جديده بيجي بيقول لي بعد حديث لمده دقيقتين انه يا زلمه انت مش مثل السوريين. قسما بالله الكلمه بتأذي. فبالله شعور بقول له لا نحن كلياتنا هيك، لكن انت اللي شفت هدول مش سوريين.
كلمة مؤذية بحسها، وطبيعي جدا يقولها لما بده يشوف عن جد ناس ومظاهر منا سورية. صحيح صحيح، شوهوا صورتنا نحن الناس السوريين يعني هون. كانت الناس توقف تضرب لك تحية انت بس تقول سوري، بيشرف تضرب لك تحية. كلها دكاترة مهندسين، ناس بشغلة، ناس محترمة، بحياتك ما سمعت لهم صوتها انه حدا حكى عليهم بشي غلط. هذا ابو الجلابيه وغيره وغيراته، مو بس عم يشوه صوره الجلابيه وصوره السوري، عم يقدم صوره مغلوطه عن المجتمع السوري. سوريا دمشق، سوريا حلب، سوريا حمص وحما، سوريا المدن الكبيره. هي وين لهم مكان هدول التنابل اللي عم تشوفوهم انتم؟ هدول وين لهم وجود بهاي المدن؟ هي شوي زبالات يعني، جرافة مثل ما بيقولوا نتاق البحر يعني، وفعلا حاطين نتاقهم البحر يعني، ويجوا على يا اوروبا دكتور اللي طارق، يشوهونا اكثر واكثر يعني، احكي لك وبلبنان معروفين هن. احكي لك على التشوه وعلى العمايل اللي عملوها السوريين في تركيا. انا تقريبا بدك تقول من الموجه الاولى من موجه السوريين الاولى اللي اجت على تركيا، الواحد بيحكي اللي في امانه وبده الواحد يحكيها. اول ما اجوا السوريين على تركيا بال 2012 و2013 الواحد يحكي الامانه. في اتراك مثلا بيعرفوك انه انت سوري جيت سكنت هون، بيعملوا لمه، هذا اللي بياخذ لك طعم ديوانات، هذا اللي بياخذ لك براد، هذا اللي بياخذ لك فرن، هذا اللي بياخذ لك ادوات مطبخ، او بيفرشوا لك البيت. بعد فتره صاروا يلاحظوا شغله، انه انت لا تطلع من هذا البيت، تمام؟ اجى واحد سوري بدك تعطي له واحد سوري، انت هذا عفش البيت اجاك من هبه من الله، لا ما بيعيفوا له المستاجر الجديد ولا بياخذوه، هن بيعوه بيع. وصاروا الاتراك يشوفوا هيك بطلوا، يعني الواحد يحكي مثل ما بتقول يحكي زمته واللي صار السوري يروح المعمل لازم كان عمال، بقول له حاليا ما لازم، بيجي يسال فلان كوش انا عم بياخذ فرضا $100، انا بشتغل ب$75 وتشغلني. صاحب العمل بده بده التوفير. يعني نحن كمان السوريين الواحد يكون واقعي وبيحكي، في سوريين كتير خبصوا وعفسوا لقالوا حاجه. نحن شعب زبالة، طلع عنا زبالة الله يا زلمه، بالاخص هذا جيل الحرب وهالعالم هاي. في عنا شيء، نحن في شيء بدك تقول يعني، هذا اللي عمره 30 سنه للي عمره 14 سنه 15 سنه هيك شيء، كله هذا زبالة. ليه؟ لانه عاش مرحله الحرب، طلع بلا مربع، عرفت؟ ما في اخلاق، روايات كاذبه، كله هن متاثرين بهذا الكلام. ولما بصير حرب وفقر الناس بتاكل بعضها ابو حيدر، الناس بتطلع بتاكل بعضها. الله مرة كنا عم نحكي ابو حيدر بعد اذنك ابو حيدر. اوكي حياتي دكتور توني، اذا شفتوا حالكم تحت انا ما دخلني، لانه 3 دقائق اجى على اللايف، بعد دقيقتين بينزل اللايف. انا اذا انا ما دخلني، انا هيك نازل ما عندي. نحن نازلين على هيك. هي يعني تعليقة عمي كميل، الله يسامحك. يلا لا والله صدقني، لا يا عمي كميل، لا يا عمي الله يخليك. انا تشرفت فيك، ولا تواخذنا عن المقاطعه اذا قطعناك شوي دكتور ثاني. يلا بامان الله، انكسر ابو دجانه خليه ينزل لحاله.